تعالوا يا حلوين أقول لكم على قصة وحكاية كوكو الكتكوت الصغير اللي كان خايف من أول يوم يروح الحضانة، وما كانش عايز يروح أبدا ويقعد فيها. ولما دخل الفصل شاف كل الكتاكيت الصغيرة بتلعب وبترسم وبتضحك، وهو ما كانش عايز يقعد فيها وكان حاسس بالغربة. لكن لما قعد على الكرسي وبدأ يقعد لوحده قعد يعيط ويقول: أنا عايز ماما، أنا عايز ماما. حاولت المعلمة بيكي الدجاجة الكبيرة تهديه، وقالت له: يا كوكو ما تقلقش، كل حاجة هتبقى حلوة وهتلاقي أصحاب بسرعة. لكن كوكو ما كانش مصدق وقرر يهرب ويجري ناحية الباب، وفجأة لقى نفق صغير ورا الرفوف. قلبه بدأ يدق بسرعة، لكن شجعه الفضول. دخل كوكو النفق وفجأة وقع على كومة من الألوان والفرش. صرخ شوية، لكن بعد لحظة بدأ يضحك. وقتها جه بيبو الكتكوت الجميل وقال له: يا كوكو، شوف الرسمة دي، تعرف ترسم زيها؟ كوكو شاف رسمة بيبو وكانت ألوانها جميلة، وفجأة شعر بفضول كبير. بدأ يمسك الفرشة الصغيرة ويحاول يرسم، وفجأة اكتشف إنه يعرف يعمل ألوان جميلة ويعرف يعمل أشكال مضحكة. ضحك كوكو بصوت عالي، ولأول مرة نسي مامته ونسي الشعور بالخوف خالص، وبدأ يلعب ويرسم ويضحك مع أصحابه الجداد. اكتشف إن الحضانة مكان جميل للمغامرة وللمرح. ومع نهاية اليوم عاد كوكو للبيت وهو بيقول لمامته: ماما، أنا مش خايف من الحضانة تاني وعايز أرجع بكرة أروحها. مامته حضنته وقالت له بفخر: أنا فخورة بيك يا كوكو، أنت شجاع ومغامر. ولو عجبتكم الحدوتة ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وبكرة معادنا مع حدوتة جديدة ومغامرة جديدة، وتصبحوا على خير.